الاتحاد الدولي اختار المغرب قبل الاتحاد العربي. يعني احنا الاتحاد العربي مساعدين ومكملين للجامعة المغربية أو الجمعية المغربية لألعاب القوى. التنظيم الكبير وأيضا السمعة الكبيرة للتنظيم، وليس فقط التنظيم، عندنا ايضا الجزء نسميه الانتجريتي او ما ادري ايش نسميها باللغه العربيه، اللي هي الامانه في عمل البطولات. يعني في بعض الدول الان الاتحاد الدولي يحارب الغش من منشطات، من حتى تغيير في بعض النتائج. المغرب والكثير من الدول العربية، إذا ما كانت كل الدول العربية، الحمد لله سمعتها قوية بالنسبة لهذا الشيء، أنها البطولات تعتبر مستواها مستوى عالمي ولا يشوبها أي شائبة، ليس هناك أي مشاكل من خلال التساؤلات من الاتحاد الدولي حول الأرقام وحول النتائج. حتى الأدوات والأجهزة المستخدمة تعتبر من الأجهزة الحديثة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي. فهذه أشياء تجعل الاتحاد العربي أو الاتحاد الدولي لا يتردد بإنساب بطولة أي بطولة عالمية أو عربية للمغرب لتنظيمها. هي كما قلت قبل قليل، الأرقام الوطنية والأرقام العربية والعالمية هي مطمع للاتحاد العربي، وقد يكون مناسبة وجود هذه البطولة قبل التأهل إلى بطولة العالم. العدد المتواجد إن شاء الله الذي سوف يتأهل من خلال هذه البطولة هو هدف من أهداف الاتحاد العربي، أن يعطي الفرصة لأبطالنا أنهم يتأهلون من خلال هذه البطولة دايركت. يعني وحتى ليس فقط من خلال النقاط. كما تعلمون الاتحاد الدولي هناك برنامج للكوت اللي هي الرانكينج، والحمد لله الاتحاد الدولي أعطى لهذه البطولة نقاط تعطى للأبطال. فنتمنى أن يكون أيضا دايركت، بأن يكون يحصل على الرقم المينيموم للتأهل لبطولة العالم.